هذا مثل ما تشوفون مركز عقارات الولاية. يا ولاية داعش طبعا. هذا العقار تدرون المنشان؟ طبعا هسه احنا وين؟ احنا بناحية كبيسة تحديدا بالحي العسكري. وهذا العقار اللي هو وقف الدولة اللا إسلامية، الدولة الداعشية. هذا العقار بالتحديد كان لأكبر قيادات داعش. فد شيء هولوله كثير بالإعلام اسمه شاكر وهيب، الكل يعرفه. شاكر وهيب كان ساكن هنا بكبيسة. قبل لا يطلع أول جندي من قاعدة عين الأسد الجوي، أول جندي عراقي بالجيش العراقي، قبل لا يطلع أول جندي بالفرقة السابعة، شاكر وهيب طفى. تصرفوا فيه، لا قاتل ولا حضر المعركة ولا قاوم ولا طلع بطولاته خابص الدنيا بها والاعلام بها. قال شاكر وهيب وحكى وهيب. عمي الدولة الداعشية شيلوا كلمة شاكر، خلوه سموه منا وجاي شكرية وخلصونه. خابصين الاعلام البطل والكارثة والطبر ويقتل ويذبح. تجون تقول الناس نايمة يذبحوها وهي نايمة. هاي الشجاعة الداعشية. اما تجي وجه بوجه ايش حدك؟ لحد الآن داعش ما قدرت تواجه الجيش العراقي وجه بوجه إلا بالحيلة والمكر والإعلام المضلل والدعايات المضللة والمخادعة. أما وجه بوجه مستحيل أحد يواجه العراقيين بكل قوتهم وبشجاعتهم. مستحيل واحد يوقف قدام العراقيين. الكثير صورة اريدك تطلع لي 5 دقائق اريد هذا الملف. اريد طلع لي صورة منو؟ طلع لي صورة قلت لك عليها، صورة شخص يدعى شاكر وهيب. واضحة عندك استاذ انور حتى تكون وياي بالجو. تفضلي. احسنت. هو هذا. ايه هذا اللي نزل به فيديو اللي قتل سواق الشاحنة السوريين ويذبح الابرياء. هسه اسمعني استاذ انور والشعب العراقي يكون وياي بالجو وخلي الادعاء العام يحط يمه ورقة وقلم. السيد غضنفر. نعم. احنا متعودين انه اي موظف عنده خط خدمه موجوده به تسلسل الوظيفي، موجوده به من وين كان، منين اجى، وين النقل، كلها هاي موجوده. نعم. كذلك العسكري اذا كان جندي، اذا كان شرطي، من يروح من فوج الى فوج الى وحده الى وحده. انا عندي فد مأرب هذا الحديث دحشي. يجب ان يكون وياه سلسله تنقلاته، خط خدمته وسير تنقلاته. هذا الموظف العادي او الشرطي او اي مواطن عراقي بالدوله العراقيه. فما بالك اذا كان معتقل، ما بالك اذا كان ارهابي، فما بالك اذا كان من تنظيم القاعده، ما بالك اذا كان ذباح. المفروض الاجراءات تكون اقوى. شنو اللي صار في قضيه شاكر وهيب؟ نعم. هذا الشخص، هذا شاكر وهيب كان موجود في العداله، في سجن العداله، معتقل بتهمه 4 ارهاب. رقم السجني 78201. اكتب يا سياده الادعاء العام رقم السجني 78202. اسمه شاكر وهيب احمد زعتر. اسم الام كريمة عبد. أنا دا أقرأ لك طبعا، هذا قلت لك بعدين أنطيك إياه الكتب، دا أقرأ لك في كتاب رسمي من وزارة العدل. طيب. شوف شو يقول هذا. المتهم جهة الاعتقال مديرية الاستخبارات العسكرية. تاريخ الاعتقال 14/4/2011. التهمة 4 إرهاب ذبح. جيد. بالعدالة. إذن الكتاب الآن الرسمي مال وزارة العدل شو يقول لي؟ يقول لي هو من العدالة تم إرساله إلى مديرية الاستخبارات العسكرية حسب كتاب، خلي يكتب الادعاء العام، حسب كتاب قسم التسفير والمحاكم بالعدد 1509 في 15/1/2012. أستاذ أنور كن وياي. وياش. هاي أنا ما أملك هسه الأوراق خوفا على المصدر إلى أن أكمل وياك الحلقات. طيب. شاكر وهيب الارهابي موجود في العداله، سجن العداله. سجن العداله يعني بالكاميه. وزارة العدل وين ودته؟ للاستخبارات العسكريه. لهنا وقف. لا عندي اني ما يشير الى افراج عنه ولا اصدار امر ببراءته في الاستخبارات العسكريه. يعني مفروض حسب كتاب وزاره العدل اللي عندي، المفروض وين القاه؟ القاه هنا بالاستخبارات العسكريه. اذا ماكو كتاب عن هروبه ولا كتاب عن افراج عنه ولا براءته، فالمفروض القاه وين؟ القاه بالاستخبارات العسكريه. زين شلون احنا لقيناه بالرمادي يذبح ويقتل
ولولا صدور هذا الفيديو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك لما عرفنا أنه شاكر وهيب هذا الإرهابي هو قد هرب. لكن منين هرب؟ هل هرب من الاستخبارات العسكرية أم هرب من وزارة الدفاع؟ عفوا من وزارة العدل. كتاب وزارة العدل يقول لي آخر شيء نقطة سؤال أين ذهب بعد ذلك؟ سؤال سجن عدالة لمن تابع؟ نعم سجن عدالة لمن تابع والاستخبارات العسكرية لمن تابع؟ وزارة العدل. وزارة العدل والاستخبارات العسكرية وزارة الدفاع. طيب شلون ننتقل من العدل للدفاع؟ خل أنطيك الطريفة الأخرى أستاذ أنور قبل ما ننهي. شاكر وهيب هذا الإرهابي كان إلى فترة قريبة وربما للآن يتقاضى راتب من إحدى الشركات في إحدى وزارات الدولة كمفصول سياسي. شاكر وهيب يتقاضى راتب من الدولة كمفصول سياسي. يا وزارة سمي الوزارة وهذا ملف كبير سوف أعرض لك أسماء ملف المفصولين السياسيين. لا سمي الوزارة. يعني يكفي حتى للتشويق نقول إنه المطربة غزلان. كملي. لا ما هراويك اياه بالوثائق ان شاء الله برنامج. نعم. ان المطربة غزلان هي مفصولة سياسية، عادت كمفصولة سياسية وعندك الحساب. هذا الملف باذن الله اذا بقيت الحياة ملف المفصولين السياسيين هذا الشخص وين؟ هذا الشخص وين؟ ان شاء الله ايضا راح افتح معك شنو مستجدات الملف حاليا؟ احدى الوزارات المهمة. يعني هذا الملف وين حاليا؟ راح يخلص خلاص الوقت. هذا الشخص وين والملف شنو المستجدات به؟ بنصف دقيقة خلص الوقت. ملف شاكر وهيب هو قاتل مجرم انتم شفتوه. طيب وين هو حاليا؟ مجرم وارهابي يذبح بالعراقيين ويعيش في الارض فسادا. طبعا انا عندي كثير من الامور وملف ابو غريب ملف ساخن. طيب بس سؤال اخير دكتوره بس لا دقيقة للتاريخ انا اطالبك تقولي لي اسم الوزارة اللي كان ياخذ منها راتب كمفصول سياسي. ضروري قولي لي اسم الوزارة وانتظر منك الوثيقة. بس وزارة الصناعة والمعادن. وزارة الصناعة والمعادن. إلى حد قريب يستلم الوثيقة راح تجينا إن شاء الله. طيب شكرا للدكتورة. شكرا. خلينا الحلقة الجاية نواصل هذا الملف الكبير. شكرا للدكتورة مها الدوري عن كتلة الأحرار الرياضية. رصدنا مستمر.